دابا غادي ندوزو للافلام، وغادي نبداو بفيلم فahrenheit 451 من اخراج فرانسوا تروفو في 1966، واللي هو ادابتاسيون تحويل سينمائي لروايه الكاتب ري برادبري اللي كتحمل نفس العنوان واللي خرجت في 1953. وفahrenheit 451 كتعني درجه الحراره اللي تيتحرقوا فيها الوراق، والمعدل ديال 238.8 درجه مئويه. والقصه واقعه في مدينه مجهوله في وقيته ما محدداش، وفي هذا العالم الغالب المعرفه ولات خطر والكتوبه ممنوعين، والحكومه ديال هذه المنطقه مكلفه البومبيه في بلاصه ما يطفيو العافيه تيقلبوا على الكتوبه فين ما كانوا باش يحرقوهم ويلقيو القبض على مواليهم. لحقاش القرايه ما كتخليش بنادم يكون فرحان، والكتوبه تيعاونوا الناس يحلوا عينيهم ويفكروا ويحللوا وينتقدوا الاوضاع ويسولوا ريوسهم حوايج اخرين. وهذا الشيء ماشي في صالح الحكومه ديال هذه المنطقه اللي باغا ترد الناس حواله عندهم عقليه القطيع. مونتاغ اللي تيلعب الدور ديالو اوسكار وارنر، عضو من فرقه البومبيه، تيطبق هذا القانون الحمق وتيرجع لدارو مجوج ومراتو مسحوره بواحد البرنامج تلفازي اللي تيوهم الناس بلا حتى هما مشاركين فيه واخا في ديورهم، وبلا الاراء ديالهم مهمه ومخوذه بعين الاعتبار واخا ما كاين والو من هادشي كامل، غير تيضحكوا عليهم. واحد النهار مونتاغ غادي يتلاقى كلاريس اللي كتلعب الدور ديالها جولي كريستي، اللي مبدله على الناس الاخرين حيت كتفكر باستقلاليه. وكلاريس غادي تفيق في دور مونتاغ ملي غادي تسولو واش فايت يتقرا شي كتاب من هذوك اللي تيحرق. وهنا مونتاغ غادي يتخربق ويولي شاك في راسو والعالم اللي داير به، والقصه غادي تعنكش وتمشي بينا بعيد. هذا الفيلم انسبيرا العديد الافلام الديستوبيه من بعد، بحال اكويليبريوم من اخراج كيرت ويمر في 2002 وبطوله كريستيان بيل، وداروا ليه واحد الريميك في 2018 من اخراج رامين بحراني وبطوله مايكل بي جوردن ومايكل شانن.